السلام عليكم متتبعيني الاوفياء، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. خديت واحد المقلاة اللي درت فيها 2 معالق من الزيت، وعندي الدجاج اللي قطعته مكعبات صغيره، غادي نضيفه في المقلاة، وغادي نضيف معلقه صغيره من الملح، راس معلقه صغيره من الابزار، راس معلقه صغيره من السكنجبير، راس معلقه صغيره من بودره الثوم او ضمه ديال الثوم. وغادي نحرك الدجاج جيدا حتى يدخلوا فيه جميع التوابل. من بعد ما حركت الدجاج ودخلوا ليه جميع التوابل، غادي نضيف البطاطا اللي قشرتها تقلى. من بعد ما سخنات الزيت ضفت البطاطا تقلى. في هذا الاثناء طابت البطاطا وتقلات، غادي نحيدها من الزيت. شي وجد الدجاج طاب طفيت عليه، كذلك البطاطا زولتها. غادي ندوزو باش نعمرو الساندويتش ديالنا، وعندي 2 ديال الجزر اللي حكيتهم في الحكاكه الرقيقه، لان هذا طاكوس ديال الجزر كنتمنى تجربوه وينال الاعجاب ديالكم، فهو تيجي رائع جدا. طاكوس بالجزر بنه لا تقاوم. من بعد ما دهنت لاصوص غادي ندير لي فريت، غادي نضيف الفريت اللي قليت معكم كامله بهذا الشكل، وغادي نضيف كذلك الجزر اللي حكيته في الحكاكه الرقيقه. عندي 2 ديال الجزرات حكيتهم في الحكاكه الرقيقه. غادي نضيف كذلك الدجاج اللي وجدت معكم بهذا الشكل. غادي نستمر حتى نكملهم كاملين. غادي نضيف كذلك الفرماج، السندويتشات بهذا الشكل، غنستمر فيهم حتى نكملهم كلهم. وغنضيف لاصوص من الفوق. كنعمر الطاكوس بهذا الشكل، وغادي نضيف كذلك الكاتشوب من الفوق اختياريه. الصوص اللي درت فهي صوص بيكي مع صوص الانجيريان مخلطه، ولكم الاختيار في ليصوص، ديروا لاصوص اللي كتبغيوها. وغادي نجمع الطاكوس بهذا الشكل. غنستمر حتى نجمع الطاكوس كامل اللي عندي بنفس الكيفيه. غادي ندوزو غنديرو فواحد الطاوه اللي غادي ندخلها للفرن. فهاد الطاكوس حنا اليوم غادي نديروه فقط في الفرن، فراه تيجي نتيجه رائعه جدا، كنتمنى تجربوها. بعد ما استفت الطاكوس في الطاوه اللي غتدخل الفرن، غادي نضيف عليه الفرماج من الفوق بهذا الشكل، فرماج موتزاريلا. وغادي ندير كذلك الاعشاب المنسمه اختياريه. من بعد ما درت الاعشاب المنسمه غادي ندي الطاكوس ديالنا للفرن على 160، وغادي نخليه يتغاسينا. هذا هو الشكل ديال الطاكوس من بعد ما وجد، فراه تيجي رائع جدا، كنتمنى تجربوه. هذا الشكل ديال الطاكوس. الى وصلتوا حتى لهنا ما تنساوش تابوناو معنا في القناه ليصلكم كل جديد. جميع التوابل غتلقاوها في صندوق الوصف كالعاده. كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وتجربوا الوصفه وتشاركوها مع اصحابكم، وتبارطاجيوها عبر المواقع التواصل الاجتماعي لكي تعم الفائده. الله يجازيكم بخير على المشاهده. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الى فيديو قادم ان شاء الله.